مساء الخير، يا مساء الهنا والرضا والسعادة على أحلى عيلة وأحلى ناس. مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، والضغط على زر الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. عايزين نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. آه، فضلا وليس امرا يا جماعه، ده طلب من اختكم واول مره اطلب منكم الطلب ده. خلاص، الاعلانات نزلت على الفيديوهات عندي. طلب الوحيد ان انتوا تشاهدوا الاعلانات لان هي اللي بتدخل ربح للقناه. انا لغايه دلوقتي لسه الحمد لله على اللي يجيب ربنا، انا معرفش في اي حاجه ومعرفش الربح بينزل امتى ولا ازاي ولا كده. فالنهاردة لسه أول يوم، النهاردة بفضل الله وبفضلكم طبعا وبفضل وقوفكم جنبي كده الإعلانات نزلت على الفيديوهات من النهاردة. ففضلا وليس أمرا تشاهدوا الإعلانات، خدمة لأختكم. بس يا حبيب قلبي، ده الطلب الوحيد اللي طالباه منكم، شاهدوا الإعلانات. عايزة كومنت كويس، عايزة دعوة حلوة، حطوا لايكات للفيديو علشان هي اللايكات اللي بترفع من الفيديوهات. هتعملي ايه النهارده يا لونزي؟ هعمل سمك يا حبايبي، النهارده هنعمل سمك. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا عندي السمك البلط ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي يا حبيب قلبي، ده السمك البلطي ده، غسلته ونضفته كويس جدا وعملت له التتبيله الجميله دي. التتبيله دي يا حبيب قلبي توم، فلفل اخضر، فرمته مع التوم، حطيت عليه ملح، كمون، كزبره ناشفه، وليمون طبعا زي ما شفتوني لسه عصراه حالا. تتبيله ناعمه وجميله جدا جدا جدا. طبعا انا لما بتبل السمك بنضفه وبعمله فتحات من الجناب كده علشان ايه؟ التتبيله تدخل جواه، يبقى لحم السمك كله متبل. بس يا حبيب قلبي، عاملين ايه في الجو اللي احنا فيه ده؟ الجو النهارده وامبارح وتقريبا النهارده تالت يوم. جو تراب جدا وهوا ومطر. يعني ممكن ما يكونش مطر في عندنا هنا في القاهرة، عندنا هنا ما مطرش كتير في طوبة، فجاء الأيام دي قلب كله هوا وتراب ومطر، ما أقولكمش مغرق الدنيا. بس يا حبيب قلبي، طبعا أنا هنتبل السمك، نعمل بقى رز ونشوف هنعمل ايه بقى النهاردة يا حبيبي. طبعا لما بتبله زي ما انتم شايفين بدخل التتبيلة في الفتحات اللي انا عاملاها من بره دي عشان يتشرب التتبيلة كلها، اللحم بتاعه يشرب التتبيلة كلها يا حبايبي. شكرا للناس الحلوة اللي دخلت لي جديد، شرفتوني ونورتوني يا حبايب قلبي، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا دايما يا رب. دايما مشرفيني ورافعين راسي ومالين عليا الدنيا، والله بأمانة يعني ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم. عندي كذا حد عندي على القناة مستمرين معايا، يعني ما شاء الله، يعني ما بيسيبولوش ولا فيديو، داخلين عندي كومنتاتهم حلوة. ربنا يجبر بخاطركم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما بتجبروا بخاطرك كلمة كويسة، ربنا يجبر بخاطركم يا رب. كده تبلت السمك زي ما انتم شايفين يا حبايبي، تتبيلة ناعمة وجميلة جدا. التتبيلة الناعمة يا حبايبي ب... بتمسك في اللحم اكتر من التتبيلة الخشنة. في ناس كتير
بيقطعوا التوم بايديهم بالسكينه يعني، فانا يا اما ببشره بمبشره ناعمه، يا اما بعمله في المطحنه بتاعه الخلاط، بتبقى بالشكل ده. تتبيلتها ناعمه وجميله جدا. طبعا انا عندي قشر الليمون ده بحطه بقى في الزيت. نسوي بقى ايه يا حبيب قلبي، نسوي بقى ايه، يتبل شويه وبعدين نجليه، يتشرب من التتبيله بتاعته شويه على بال ما نعمله الرز. بعد كده نجليه يا حبيبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى الزيت قدح يا حبيب قلبي، نحط له بقى ايه السمك، هنحط له بقى نص الليمونه دي، نحط له نص السمك كمان. بصوا يا حبيب قلبي، انا بحط الدقيق في الكيس ده عشان اما اجي احط السمك في الدقيق اعرف انفضه كويس، ما بهدلش المطبخ معايا. هنفضه كويس كويس، ما بهدلش المطبخ معايا يا حبيبي. خلاف بقى لو حطيته في طبق ولا حاجه طبعا بيتبهدل مني في المطبخ، بيتبهدل. طبعا انا في الوقت ده حطيت الرز على النار، هوريكم بقى الرز بعمل فيه ايه. بصوا حبايب قلبي، ادي الرز ده واحده واحده، حطيت له شويه زيت، معلقه سمنه، وشويه الرز دول، وضلت احمص فيهم بالشكل ده لغايه ما بقى الشكل الجميل ده. نحط بقى ايه شويه ملح، نجيب بقيه الرز بقى المغسول عليه يا حبايبي، وطي بقى عليه النار خالص، وقلبه. طبعا انا عندي الميه مغليه في الكتل، هزود له بقى الميه بتاعته. بالشكل الجميل ده. طبعا الواحد اللي بيعمل الاكل على طول بيبقى عارف ميزان الميه ايه، يا دوبك الميه بتكون مغطيه كده، ياخد له بقى غلوه ووطي عليه خالص يستوي مع بعضه. بس يا حبايب قلبي، بصوا حبايب قلبي، ادي كده السمك على النار. بصوا ما شاء الله لونه جميل ازاي،
وده الرز. ما شاء الله الفلفل اللي جميل ازاي كده. خلاص كده الرز استوى. ما بياخدش وقت يا جماعه، ما بياخدش وقت يا حبايبي. هنا حبيب قلبي طلعت اول سمكتين، بسم الله ما شاء الله. بصوا حط بقى اللي فاضل. طبعا زي ما قلت لكم بنفضه كويس كويس من الدقيق. عشان ما يحرقش الزيت معانا. طبعا زي ما انتم شايفين بغسل المواعين معايا اول باول، لان المطبخ صغير عندي. ربنا يوسعها علينا وعلى كل متضايق يا رب. خلصت كده يا حبايب قلبي، عملت الرز وعملت السمك. كده هنقطع بقى السلطه. كده غسلت البوتاجاز مكان قلي السمك والبهدله بتاعت الزيت. عملت بقى شويه سمك كده روعه، حاجه كده فاخر من الاخر، وتتبيله ناعمه وجميله جدا. ادي كده الرز. ادي كده السمك يا حبايبي. بصوا الجمال يا ولاد. بصوا لما السمك بيتقلب في زيت كتير وتقلب براحته في نار كويسه كده، ما يتلسوعش وما يتحرقش منك، بيطلع بالشكل الجميل ده.
نقطع بقى بقية السلطة يا حبايبي. طبعا انا قطعت طماطم عليها كزبرة شوية بقدونس، نقطع بقى معاها فلفل، قرنين فلفل رومي كده. فضلا وليس امرا يا حبايبي، شاهدوا لي الاعلانات، عشان زي ما قلت لكم الاعلانات دي اللي بتدخل ربح للقناة. عايزة كومنت حلو، عايزة لايك، عايزة دعوة حلوة. ربنا يجبر بخاطركم يا رب دايما. وطي شوية يا بابا. سمك ورز يعني سلطة، يعني طبق سلطة محترم. خلصت بقى يا حبايبي السمك، وخلصت طبق السلطة المحترم ده. انشف بقى الحوض يا حبايب قلبي. قولوا لي بقى استاهل لايك النهارده ولا لا؟ نشف بقى الحوض.